أهلا بيكم يا أبطال في قناة فهمناكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش كمان المتابعة على التليجرام والواتساب. شرح النهاردة هو التطبيق العملي الكامل. هنشوف ازاي عملية مالية واحدة بتمر بأربع مراحل لحد ما توصل للميزانية العمومية. جهزوا الورقة والقلم ويلا بينا. دي خريطة رحلتنا اللي هنمشي عليها النهاردة. أي فلوس بتدخل أو بتخرج من الشركة لازم تعدي على الأربع محطات دول بالترتيب. أول حاجة التسجيل، بعدين الترحيل، بعدين نتأكد من التوازن، وفي الآخر بنوصل للواجهة النهائية وهي الميزانية العمومية. يلا بينا نبدأ بأول محطة. وأول محطة في رحلتنا هي التسجيل في دفتر اليومية. دي تعتبر شهادة الميلاد لأي عملية مالية بتحصل. يعني هنا إحنا بنثبت وبنوثق إن العملية دي حصلت بشكل رسمي. طيب، يعني إيه تسجيل في اليومية؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. هو ببساطة إننا بنسجل كل حاجة بتحصل في الشركة يوم بيوم وبالترتيب. يعني دي نقطة البداية اللي كل الأرقام المحاسبية بتطلع منها. تعالوا ناخد مثال عملي من محلات النور عشان نفهم. يوم 1 مايو حصل حاجتين. أول حاجة بدأنا المشروع برأس مال 50,000 جنيه حطيناهم في الخزنة، يبقى النقدية زادت فهتبقى مدين، ورأس المال زاد فهيبقى دائن. تاني حاجة في نفس اليوم اشترينا عقار ب10,000 جنيه كاش، يبقى العقار زاد فهيبقى مدين، والنقدية قلت فهتبقى دائن. لاحظوا القاعدة الذهبية، لكل عملية لازم المدين يساوي الدائن. تمام، كده احنا سجلنا كل العمليات بالترتيب. بس تخيلوا معايا لو في 100 عملية في اليوم، دفتر اليومية ده هيبقى زحمة قوي ومش هنعرف نطلع منه أي معلومة. عشان كده لازم نتحرك للمحطة التانية، الترحيل لدفتر الأستاذ، اللي هي مرحلة التنظيم والترتيب. الفكرة هنا إننا بنعمل لكل حساب بيت خاص بيه، يعني بنجمع كل العمليات اللي ليها علاقة بالنقدية في صفحة لوحدها، وكل العمليات اللي ليها علاقة برأس المال في صفحة لوحدها، وهكذا بننقل كل رقم من اليومية لبيته الصح. والأداة السحرية اللي بنستخدمها في المرحلة دي هي حساب الأستاذ، أو اللي بنسميه التي أكاونت عشان شبه حرف التي. الموضوع بسيط جدا. جانب مدين بنسجل فيه كل اللي بيدخل الحساب، وجانب دائن بنسجل فيه كل اللي بيخرج منه. تعالوا نطبق الكلام ده على حساب النقدية بتاع محلات النور. هنسأل نفسنا، اللي دخل الخزنة 50,000 جنيه بتوع رأس المال، نحطهم في الجانب المدين. طيب وإيه اللي خرج؟ 10,000 جنيه اللي اشترينا بيهم العقار، نحطهم في الجانب الدائن. يبقى الصافي كام؟ دخل 50 وخرج 10، يتبقى رصيد 40,000 جنيه. ممتاز. دلوقتي كل حساب عندنا بقى له رصيد نهائي واضح. بس قبل ما نكمل رحلتنا ونبني القوائم النهائية لازم نقف عند محطة تفتيش مهمة جدا عشان نتأكد إن شغلنا صح ومفيهوش أخطاء. المحطة دي هي ميزان المراجعة. السؤال ده هو جوهر المحطة دي. بعد كل القيود والترحيل والأرقام دي، إزاي نطمن إن المعادلة المحاسبية لسه سليمة وإن المدين لسه بيساوي الداين؟ الإجابة هي ميزان المراجعة. الموضوع هنا بسيط جدا. بنعمل قائمة بكل الحسابات اللي عندنا، وبنحط الرصيد النهائي بتاع كل واحد فيهم في مكانه سواء كان مدين أو دائن. حساب النقدية كان رصيده 40,000 مدين، والعقار 10,000 مدين، ورأس المال 50,000 دائن. واللحظة الحاسمة، نجمع كل الأرصدة المدينة ونجمع كل الأرصدة الدائنة، وزي ما شايفين الإجمالي 50,000 هنا و50,000 هنا. كده شغلنا مظبوط 100%. وبعد ما اطمنا إن كل حاجة موزونة، وصلنا أخيراً للواجهة النهائية، المحطة الرابعة والأهم في رحلتنا المحاسبية، وهي إعداد قائمة المركز المالي، أو زي ما بنسميها الميزانية العمومية. دي الصورة اللي بتلخص كل حاجة عن الشركة. تخيلوا إن ميزان المراجعة اللي عملناه ده هو المكونات بتاعتنا. دلوقتي احنا هناخد كل مكون، كل حساب، ونحطه في مكانه الصح في الطبق النهائي بتاعنا اللي هو الميزانية العمومية. العملية دي بنسميها تبويب أو تصنيف. الميزانية دي ليها جانبين أو كفتين ميزان، ولازم دايما يكونوا قد بعض. الكفة الأولى هي الأصول، ودي كل حاجة الشركة بتمتلكها وليها قيمة. الكفة التانية هي الخصوم وحقوق الملكية، ودي بتوضح لنا احنا جبنا فلوس الأصول دي منين. دلوقتي يلا بينا نبني الميزانية بتاعتنا. هنبص على ميزان المراجعة وناخد منه حساب النقدية ونحطه تحت الأصول، وناخد حساب العقار ونحطه هو كمان تحت الأصول، نجمعهم على بعض يطلع إجمالي الأصول 50,000. نروح للجانب التاني، فضل عندنا حساب رأس المال، وده مكانه تحت حقوق الملكية. وبصوا على النتيجة النهائية، إجمالي الأصول 50,000 وإجمالي الخصوم وحقوق الملكية 50,000. الميزانية متوازنة تماما. وبكده تكون رحلتنا خلصت. شفنا إزاي عملية مالية بسيطة بدأت كقيد في دفتر اليومية، وعدت بكل المراحل دي لحد ما لقت مكانها الصح في الصورة النهائية للشركة. وبكده نكون مشينا الرحلة كاملة من أول ما دفعنا الفلوس لحد ما ظهرت في الميزانية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لزمايلكم، ولو في أي سؤال سيبوه في الكومنتات.
بالتوفيق يا أبطال، والسلام عليكم.